بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سبحان الله. بسم الله الرحمن
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. هنالك موعظة من أبونا وإمامنا علي بن أبي طالب عليه السلام السلطان الذي اتخذ لنفسه الدوام وحجم على كافة مخلوقاته بالموت والحمام وقال عز من قائل ولقوله ذو الجلال والإعظام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصدق محمد صلى الله عليه وصحبه الأعلام ما أشرق صبح ومجلها مظلام أيها الناس أيقظوا القلوب من مراقد الغفلات وادعوا ذكر الموت في مواطن الخلوات وبادروا بالطاعات إلى فاطر الأرض والسماوات وإياكم ومظالم العباد فإنها من أعظم الخطيئات والزلات. الدنيا دار لا يدوم نعيمها ولا يعافى سقيمها المعتز بها ذليل والمقيم بها إلى رحيل إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. الدنيا كم غيرت حوادثها من نعمان وكم أبادت صروفها من أمام
النفوس الظالمة والهيبة الصارمة أتحسبون أن الدنيا لكم دائمة هيهات يوردكم موارد الشتات أين الملوك والأرباب وأين العساكر والحجاب وأين المنابر والخطاب وأين الأخلة والأحباب خلدوا والله في المقابر وطحنهم التراب وأكل ناعم خدودهم الدود والدواب أين الملوك الذين ملكوا الدنيا ونواحيها وأكثر من الأموال والأولاد وبالرغم قد فارقوها كنزوا الكنوز بزعمها تركوا الكنوز كما هي فانظر هل ترى في دورهم من باقية إلا قبور دانسة فيها عظام خاوية فرحم الله امرئ قد تفكر ما مضى من عمره وأطال الندم على قبيح عمله من قبل أن تنزعه عقارب المنية وتدركه طوارئ الأذية فلا مال يرجو به النجاة ولا يدفع عنه الموت إذ حضرته الوفاة فيا سلالة العصبة التالفة أين القرون الماضية فاستعدوا لملاقاة ملك الموت فقد جالت عليكم فرسانا فبينما أحدكم في ميدان هواه مختبطة بما كسبت يداه إذ اعترفت الأسقام جسده الصحيح وقد تغير وجهه المنيع وأصبح على فراشه طريق فلا يعرف ليله من النهار قد حرم لذات الطعام وانعقد لسانه عن الكلام أطفاله باكية عليه ونساؤه صارخة عليه قد شقوا جيوبهم ولطموا خدودهم وهو مع ذلك يسمع الرنة والانتحاب ولا يستطيع ولا يقدر على رد الجواب فما هي إلا لحظات فقد ارتحل عن أهله ووطنه وتزود من ماله كفنا وأصبح بعمله مرتهنا هذا ولو كشفتم عنه أطباق الثرى بعد ليال وأيام لوجدتم متغير الأحوال
أخلاق سائلة من خد هامته قد انفلقت وبطنه قد انفتقت وأضلاعه قد انطبقت وانطمست والجود قد مزق بدنه والتراب قد فرق كفناه فيا ذوي الأذهان والعقول السامعون لما أقول أبونا وإمامنا علي بن أبي طالب يقول أوما أنتم بهذا الحديث مصدقون كلا ورب السماوات والأرض إنه لحق قول مثل ما أنتم تنطقون وأنكم لهذا المهل واردون فكونوا من الله على حذار إنه لعبرة لمن اعتبر اللهم ارفعنا وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط هاديا